السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنحضر كده لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأهم في قارة أفريقيا للأندية. اكتشفت إن جمهور الأهلي مفتري وما بيملاش عينه أي حاجة ولا أي كم من البطولات. واحنا بنحضر لقينا إن الترجي بيضحي ببطولة مهمة زي كأس تونس في سبيل إنه يقابل النادي الأهلي في نهائي البطولة وهو جاهز ومش خسران أي من لعيبته، ومحضر ومركز في بطولة واحدة بس. في نفس الوقت شفت كتير من فرق اوروبا وهم بيضحوا بكاس الاتحاد وبكاس رابطه واحيانا بمراكز متقدمه في الدوري او ببطوله دوري علشان يركزوا في الحصول على دوري ابطال افريقيا. الفريق الوحيد اللي جمهوره ما بيقبلش باي حاجه غير انه ياخد كل البطولات، وكل البطولات دي كلمه حرفيه. يعني النادي الاهلي كل البطولات في العاب الصالات احتلها وخدها، وعنده مشكله كبيره جدا انه خسر في نهائي بطوله افريقيا للكره الطايره امام نساء نادي الزمالك. وبتلاقي ان المشكله دي بتأزم جمهور الاهلي، في حين ان انت لما بتيجي تبص على الحصيله بتاعه الموسم سواء في العاب الصالات او في كره القدم بتلاقي نفسك محقق اكتر من 97 98% من البطولات بتاعه الموسم ده. ولكن دايما جمهور الاهلي عينه على الجزء اللي ما تمش تحقيقه. ده سلاح ذو حدين، لان انت طول الوقت بتحاول تزق نفسك وتزق فرقتك وتزق في لعيبتك علشان يحققوا العلامه الكامله ويكملوا النواقص بتاعتها. بتخلي الاداره تشتغل تحت ضغط، وده اللي بيخليهم طول الوقت قلقانين من غضب الجمهور وبيشتغلوا على الحصول على البطولات. ودي امور جيده جدا، في نفس الوقت ما بتديكش المساحه اللي انت محتاجها من الفرحه والانبساط بما تم تحقيقه. انا افهم جدا ان انت طول الوقت تبقى عينك على الخطوه اللي جايه، ولكن كمان انت محتاج تنبسط باللي حققته، تنبسط ان انت حققت حاجات كبيره وعظيمه مخليه اقرب منافسينك على بعد اميال وسنوات من الوصول الى نصف ما حققته. فانت محتاج شويه كده تاخد نفس وتثق في فرقتك وادارتك وتبدا تدعمهم، وكمان تبدا تقول لنفسك انا اوريدي عملت انجاز غير مسبوق وبسعى الى تعزيز هذا الانجاز. كل ده ما بيقولش ان احنا نهمل التحضير لبطوله دوري ابطال افريقيا، ما بيقولش ان احنا نهمل الدوري العام، ما بيقولش ان احنا نهمل كاس مصر، بيقول حاجه واحده بس: انبسط باللي انت حققته. الحاجه الاهم بقى من كده ان النادي الاهلي لو ما حققش الدوري ابطال افريقيا جمهور الاهلي هيكسر الدنيا.